هذا الحديث نتاع اطلاق الرصاص على المواطن المغربي من بني درار كان حوالي الساعه 12 زولا من طرف الجيش الجزائري. هذا مواطن مغربي كان في الارض في التراب المغربي، اللي اليوم كان نعاودوا نكرروا وكنطلبوا من السلطات المغربيه، وهي حمايه ولا سيما وزاره الداخليه، حمايه المواطنين من تحرشات الجيش الجزائري المتكرره. فهذه 6 شهور تقريبا كانت تكرر نفس السيناريو عند دوار الشرارقه، 3 حالات كانت متتابعه. اليوم المغرب يجب ان يتحمل المسؤوليه ديالو كامله في حمايه هاد المواطنين اللي كيتعرضوا لهذه الهمجيه الوحشيه من طرف الجيش الجزائري. اليوم المواطن ما كيحسش بالامان، لان هو في مواجهه او هو قباله واحد الجيش الجزائري الذي لا يتعامل بواحد الرزانه وكيتعامل مع واحد الجار، ولا كيتعامل اليوم بحال عدو. يعني هذه الاستفزازات خصها توقف. اليوم المغرب مطالب عبر القنوات الدبلوماسيه باش يعالج هذا المشكل هذا، وما يخصوش ينجر الاستفزازات نتاع الجزائريين، لان ربما هذا يكون كمين ما يخصش المغرب يطيح فيه مره ثانيه، لان الجزائر اليوم هي في ازمه سياسيه كتقلب، خصها تصدر المشاكل ديالها خارج البلاد ديالها، وحنا ما خصناش نكونوا هما هذوك الاداه اللي غادي تستعملها الجزائر باش غادي تشفي الغليل ديالها والغليان ديالها الداخلي. ونطالبوا اليوم حتى وزاره الخارجيه ووزير الخارجيه اليوم من هذا المكان، وحنا امام هذا المستشفى وكنتظروا هذا الشخص اللي مصاب، اللي هو ما بين الموت والحياه في داخل الانعاش، كيتجرى له واحد العمليه جراحيه، ونتمنوا له ان شاء الله الشفاء العاجل ويوقف عليه ويرجع لوليداته، لان يلاه فقد الوالده ديالو الام ديالو هذه اسبوعين. العائله هي كتعيش في ازمه نفسيه، وهي كتكرر اليوم هذه الازمه هذه، ونتمنوا ان شاء الله ونطلبوا من هاد المواطنين وهاد الاهالي باش يتحلوا بالهدوء، والسلطات المغربيه راه غتقوم بالعمليه ديالها، وراه على اعلى مستوى الاتصالات جاريه على اعلى مستوى لعلاج هذا المشكل هذا. نكرر الوزير الخارجيه باش يعاود يقوم باتصالات ديالو عبر القنوات الدبلوماسيه ولو الامم المتحده، لان هذا مشكل ما بقاش غير مره واحده. هذا المشكل راه تكرر عده مرات. اليوم ندوزوا للقنوات الدوليه باش نوقفوا هاد الاستفزازات. راه لان الجزائر يمكن تقول لك هذا انسان ماشي هذا هو اكزاكتوم. احنا الجزائر اليوم كل مره كيوقع هذا المشكل كيقول لك هذا حادث انفرادي، هذا خارج على العقل ديالو، هذا ما عندوش. الا اليوم الجزائر خصها تحمل المسؤوليه ديالها كامله، هذا جيش ديالها، ولا كان مختل عقلي ما خصهاش تحطو في هذيك البلاصه، وما خصوش يكون عنده حامل السلاح. اليوم هذا المشكل هذا الله يخليك حنا كنطلبوا سيدنا ابراهيم، واش المشكل الان المغرب تيخصو يطرح على الامم المتحده وعلى مجلس الامن؟ احنا كنطالبوا الان وزير الخارجيه باش هذا المشكل يخصو يتنقل لمرحله ثانيه، وهي القنوات الدوليه. خصنا نشوفوا مع الامم المتحده باش يجيو يقوموا بزيارات ويعاينوا ويشوفوا المشاكل تاع الناس ويشوفوا التحرشات اللي كنتعرضوا لها عده مرات. المغرب اليوم كيفعل ما في الجهد ديالو باش يحارب الارهاب ويحارب هذه ويحارب هذه، وهما كل مره والا كيقوموا باستفزازات باش يفشلوا هذه العمليه ديال المغرب اللي كيواصل فيها لمحاربه هذا يستأصل هذا الداء نتاع الارهاب. انا كنقول اليوم لما العقل الجزائري ما يعجز عن استيعاب الحوار، هذا الشيء اللي كيتوتر، هذا الشيء اللي كيتمثل، هذا الشيء اللي كينتج عنده التوتر والغليان. الجزائر اليوم في حاله توتر ولا غليان، العقل ديالها ما قدرش يستوعب الحوار، ما قدرش يستوعب ان هناك جار، انه عدد. احنا اليوم نطلبوا من الجزائر الله يخليك تكف على هادو، وحنا المغرب السلطات المغربيه خصها تطريت. انا كنقول تطريت باش ما نطيحوش في المصيده ديالهم، لان اليوم هما كيقلبوا المغرب باش يبروفوكيو، ولكن في نفس الوقت نقوموا بالحمايه ديال المواطنين. شكرا.